خرج العشرات من المحتجزين بتندوف مسيرة للاحتجاج والتعبير عن غضبهم ضد القيادة والجيش الجزائري بالمخيمات. وتظهر الصور القادمة من مخيمات تندوف عزم المحتجزين على مواجهة المفسدين في الربون، وهي صور تكشف الوضعية القابلة للانفجار والاشتغال بالمخيمات، إذ نادرا ما حطم الغاضبون بتندوف الحاجز العسكري الذي فرضته ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري، رافعين شعار لن نركع أبدا، وتحدوا محاولات سيارة عسكرية تفرقهم والحيلة دون تقدم المسيرة الاحتجاجية في منظر يدل بالملموس تفاقم الوضع المأساوي في المخيمات من قمع وإعدام كل معارض لمرتزقة البوليساريو. وحاولت ميليشيات البوليساريو احتواء الوضع وإجهاض التظاهرات التي امتدت إلى خارج تندوف في وقت تعيش فيه الجزائر والبوليساريو حالة عزلة غير مسبوقة على المستوى القاري والدولي بعد سلسلة الانتصارات التي حققها المغرب في أفريقيا، وهو ما جعل جبهة البوليساريو تسلك سبلا بائدة من خلال الاستفزازات والاستعراضات المسرحية التي يقومون بها بالمنطقة العازلة الكركرات.